السلام عليكم ورحمة الله. في خبر جديد كيخص قواتنا البرية، نشرات أحد أكبر المجلات العسكرية الأسترالية واحد الخبر عن اهتمام المغرب وإيطاليا واليونان ورومانيا بالمدرعة القتالية الكورية الجنوبية الجديدة K21 ريد باك. هذه المجلة الأسترالية صرحت أن هاد الدول كاملين بما فيهم المغرب مهتمين بهذه المدرعة وكيتسناو في الوقت الحالي غير تبان نتائج تجارب المدرعة في أستراليا، حيث أستراليا سبق لها وطلقات مناقصة ضخمة باش تاخد المئات من المدرعات القتالية الجديدة، وحطات أغلب المدرعات اللي شاركت في المناقصة في أقصى ظروف التجارب، ومنها تجارب في الصحاري الأسترالية القاحلة. وفي هذه المناقصة كانت بقات غير المدرعة الكورية K21 والمدرعة الألمانية KF41 في لائحة الاختيار النهائي. هذا الاختيار النهائي تم الإعلان ديالو رسميا، وربحت المدرعة الكورية بالمناقصة قبل شي أيام قليلة، وتم توقيع عقد أولي اللي فيه 129 مدرعة من 450 اللي كانوا باغينها أستراليا. هذا الخبر كيأكد لنا أن المغرب ما غاديش يكتفي غير بمدرعة برادلي كمدرعة مشاة قتالية، لكن في نفس الوقت كيبحث حتى على مدرعات قتالية أخرى جديدة باش تعزز من قوتنا البرية. هذه المدرعة الكورية K21 ريد باك هي عبارة عن عربة مشاة قتالية AFV، واللي كتقدر تهز 3 من طاقم العربة زائد 8 من الجنود بكامل التجهيز ديالهم، ومجهزة بمنظومة الرؤية الإسرائيلية الخطيرة من شركة إلبيت سيستمز، واللي كتسمح للطاقم ديال المدرعة يشوف خارج المدرعة بالكامل غير من خلال الخوذة، يعني ما كيحتاجوش أنهم يشوفوا في الشاشات بحال الطريقة التقليدية، حيث الخوذة كتقدر توريهم خارج المدرعة بالكامل وفي أي اتجاه بغاو، وهو اللي كتشوفوا دابا في الفيديو. وهذه المنظومه يمكن للمغرب يركبها حتى على العربات المدرعه برادلي او دبابات الميركافا اللي غادي ناخذو. اما منظومه الحمايه اللي مركبه على المدرعه فهي المنظومه الاسرائيليه ايرون فيست، واللي كتقدر تحمي المدرعه من مختلف انواع التهديدات بحال الصواريخ الموجهه او صواريخ RPG او قذائف الدبابات، بالاضافه انها مسلحه حتى بالبرج الاسرائيلي واللي مركب فيه مدفع من عيار 30 ملم مع قاذف صواريخ، واللي كيقدر يهز 2 صواريخ من نوع سبايك الاسرائيلي او 2 صواريخ من نوع جافلين الامريكي، وهذا الشيء كيبقى على حسب اختيار كل دوله. زائد مركب فيه حتى رشاش من عيار 12.7 ملم ورشاش اخر من عيار 7.62 ملم. غادي يجيكم في شكل انها عربه مدرعه كوريه، ولكن الانظمه والبرج والحمايه من انتاج شركه إلبيت سيستمز الاسرائيليه، ولكن الجواب اللي غادي نقول لكم ان هذا هو الواقع. الشركه الاسرائيليه إلبيت سيستمز كتجهز اغلب العربات المدرعه حول العالم، سواء العربات الكوريه او الالمانيه او البرازيليه او الامريكيه او غيرهم من المدرعات. الخلاصة أن المغرب خدام في طريق تحديث وتقوية قوته البرية، وصفقات البرادلي والميركافا كتبقى هي أولى الصفقات، واللي غادي تتبعهم عدة صفقات أخرى باش نعززوا من حدودنا البرية مع الدويلة العدو. حتى لهنا غادي يكون الفيديو سالا والمعلومة سالات، نتلاقاو في الفيديو القادم، مع السلامة.